السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. يلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. فين ما كنتو نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ايضا كنرحب بالمتتبعين اللي يدخلوا عندي جدادين، مرحبا بكم والف مرحبا. الفيديو ديالي ما شاء الله غادي نحضر معكم بطاطا مشرمله بطريقتي، طريقه سهله وبسيطه، وغادي نبدا معكم مباشره المقادير والطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا كما كتشوفوا اخواتي عندي جوج حبات ديال البطاطا، الحجم ديالهم متوسط. ايضا غادي نحتاج ربيع القزبر والمعدنوس مقطعين رقاق، واحد نص حامضه يعني الحامض مصير. ايضا عندي هنايا 3 الفصوص ديال الثوم، والتوابل غادي نضيف لي يعني الكمون، الخرقوم، فلفل حمراء ومليحه من طبيعه الحال، وكذلك الزيت. هنا خديت طنجره وغادي نوضع فيها هاد الحبات هادو ديال البطاطا. انا كما قلت لكم درت جوج حبات، بالنسبه للكميه تقدروا يعني ديروا الكميه اللي بغيتو. ايضا يعني يمكن لكم تقطعوها يعني بالحجم اللي بغيتو. انا درتهم بالطريفات بهذا الشكل هذا، قطعتها. درت هنايا تقريبا واحد 3 د المعالق كبار ديال قزبر ومعدنوس مقطعين رقاق، وغادي نضيف 3 ديال سنينفين ديال الثومه محكوكين. عندي هنا نص حامضه مصيره صغيره اللي قطعتها يعني بالقشور ديالها، حيدت لها داك العظومه. وغادي نضيف التوابل. هنا التوابل غادي نضيف فقط يعني الكمون، الفلفل الحمراء، الخرقوم ومليحه من طبيعه الحال. هادو هما يعني التوابل اللي غادي نضيف في هاد البطاطا. درت معلقه ديال الكمون، معلقه ديال الخرقوم، وكذلك معلقه ديال الفلفل الاحمر، راس معلقه صغيره ديال المليحه، لان عندي الحامض يعني الحامض مصير راه كيكون مالح. غادي نضيف الزيت عندي مخلطه ما بين زيت الزيتون وزيت النباتيه العاديه، تقريبا غادي نضيف واحد ربع كاس. هذه هي الطريقه ديالي يعني باش كنحضر البطاطا مشرمله. الصراحه كتجي لذيذه بهاد الطريقه هذه، كتجي غزاله غزاله بزاف. غادي نحرك مزيان بهاد الملعقه هاد البطاطا يعني مع هاد التوابل والقزبر. غادي نضيف الماء كنضيفو يعني الماء الكافي باش كطيب لنا البطاطا. هنا البطاطا راه كتشرب، وغادي نحركها مزيان. وغادي نوضع يعني الطنجره ديالي على النار اللي كتكون قليله. صافي هنايا وضعت الطنجره ديالي على النار، يعني دايره البوطه قليله ما مجهدالهاش، وغادي نغطيها غير عادي، ما كنقفلش عليها، كنخليها طيب على خاطرها راه دغيا دغيا كطيب. هنا تقريبا راه دازت لي واحد 10 دقائق، راه مازال خصها شي شويه طياب، يعني تقريبا غتاخد لي واحد 20 دقيقه في الطياب. كما قلت لكم عفوا، يعني كنقلل البوطه قليله، وبلا ما كنقفل عليها، كنخليها طيب غير عادي. غادي نخليها مازال تكمل الطياب وتقلى شويه المريقه. صافي هنايا البطاطا ديالي راها واجده، خليتها زادت تقلات ليا داك المريقه، البطاطا راها طايبه. غادي نوضعها في الصحن ديال التقديم. صراحه كتجي لذيذه هاد البطاطا هادي، كتجي غزاله بهاد الطريقه هادي مشرمله. هذه هي طريقتي يعني المعتمده في يعني بطاطا مشرمله. الصراحه كتجي زوينه بهاد الطريقه هذه. كندير لها فقط يعني مليحه الكمون في الحمراء والخرقوم. هذه هي الطريقه ديالي المعتمده، وهذا هو الشكل ديالي ديال البطاطا المشرمله. هنا ضفت شويه ديال الزيتون اللي اختياري، يعني يمكن لكم تخليوها غير هكاك. صراحه جات لذيذه لذيذه بزاف. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. إلا عجبكم الفيديو اخواتي بارطاجيوه مع خوتكم وصحابكم، مع كاع الناس اللي كتعرفوا. ايضا اخواتي اللي ما مشتركش في القناه، اشتركوا في القناه وشغلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا بكل جديد ديالي فضلا وليس امرا. شوفوا معايا ما شاء الله كتجي المريقه ديالها خاتره ومعلكه، وجات بنينه بنينه بزاف، طريقه سهله وبسيطه دغيا دغيا كتوجد.
وهذا هو الفيديو ديال اليوم اخواتي، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. وهنايا اخواتي غنقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم.